طبعا احنا بقى معانا على الهاتف الدكتور عز. نبدا بقى نتكلم عن الخبر الفيدرالي بالنسبه لنا الحديث بتاع الحلقه النهارده. صباح الخير يا دكتور عز. اهلا يا دكتور، صباح الفل. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. وحضرتك طيب يا فندم، ويوصف البرنامج بخير وسعاده وكل الساده المتابعين وقناه الحدث اليوم. تمام. طبعا يا دكتور زي ما انت حضرتك شايف او اللي طبعا يوم الاربعاء الجاي الناس كلها بتبدا تتكلم عن الخبر الفيدرالي. عايزين بقى اشوف توقعات حضرتك خلال الخبر ايه وايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. ده رقم كام تقريبا يا دكتور المؤتمر دوت؟ ده الخامس على خلال 2023 وكان سبقه في 22 7 لقاءات او 7 اجتماعات. تمام. برضه للناس سريعا كده، الفائده الامريكيه بدات في 16/6 كانت 0.5%، وصلنا النهارده ل 5.25%. 5.25%. تمام. وفي 22 تم رفع الفائده تقريبا 4.25%. تمام. وفي الثلاث اجتماعات اللي فاتوا من اول فبراير مارس مايو في كل اجتماع كان في 0.4%، فثلاث ارباع في المية، والفبراير ثبت في يونيو. واعتقد في الاربع الجاي يوليو 23 اعتقد او اتصور ان هو ممكن جدا يحصل ان هو رفع الفائده 0.5%، لان توقعات التضخم هتكون الفتره اللي جايه برضه مرتفعه بسبب اللي حصل في اوكرانيا وخروج روسيا من اتفاق الحبوب وضرب ميناء الاوديسا اهم ميناء لتصدير الحبوب الاوكرانيه، فبالتالي ممكن جدا يعني يزيد ازمه التضخم العالمي، وبالتالي اعتقد ان الفيدرالي قد يجد في ده يعني مبرر لرفع الفائده 4% في الاجتماع القادم. يعني توقعاتك يا دكتور 4% صح؟ اتوقع 4% في الاجتماع القادم اللي هو يوم الاربعاء 27 ان شاء الله. طب دلوقتي يا دكتور احنا طبعا 26. زي ما حضرتك بتشوف لما يجي خبر الفيدرالي من الاربعاء يبدا الاسواق العربيه والعالميه تبدا تقول بقى هل هنرتفع سعر الفايده هل هنقل. توقعاتك ايه بقى بالنسبه لمصر بقى يا فندم بقى بسعر الفايده بتاعتنا لو البنك بدا يرتفع البنك الفيدرالي؟ اتفضل يا دكتور. هو طبعا مصر برضه احنا عندنا توقعات التضخم يعني متوقع ان هي تزيد خلال الفتره اللي جايه، توقع ان ممكن تزيد لان عندنا التضخم الاساسي في يونيو وصل ل 41%، مرتفع من 40.3% في مايو. تمام. فبالتالي اعتقد ان احنا مع برضه موجات التضخم المتوقعه نتيجه برضه نفس السبب بتاع الفدرالي الامريكي من ضرب ميناء الاوديسا وانسحاب روسيا من اتفاقيه الحبوب، قد يكون ده احد المبررات برضه في زياده التضخم، وبالتالي قد يحتاط البنك المركزي لذلك ويرفع الفائده يا 1 أو 2% في الاجتماع القادم ان شاء الله، خصوصا هو ثبت الاجتماع السابق ثبت سعر الفائده، فتصور ان القادم قد يكون في رفع على الاقل بنسبه 1 أو 2%. تمام. طبعا انا بشكرك الدكتور عز. يمكن خدنا مكالمه سريعه مع الدكتور عز عشان نشوف لنا بقى ايه اثر خبر الفيدرالي عالميا وعلى مستوى مصر.